بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك حبيبي رسول الله. سلام حبيباتي، معكم علاء. نتمنى ما يدخل عليكم هذا الفيديو او اي فيديو من فيديوهاتي يلقاكم بالف خير. وصفة اليوم مطلوع فرينة القمح الكامل. انا ديك المرة درتها في فيديو مع وصفة اخرى، لكن واحد الاخت طلبت مني قالت لي بلي ديريه لنا في فيديو منفرد باه من نحوسوا عليه نلقوه، ولبيت الطلب تاعها. هنايا راح نمدها لكم، تبعوا معايا الفيديو الاخير راح تكتشفوا المقادير وطريقه التحضير. وصدقوني هذا المطلوع يخرج رائع وصحي كذلك، لما لا نعتمده في يوميا في وجباتنا. المهم هنا عندي في اناء وضعت كيلة من السميد الرطب، تقدري تعوضيها بالسميد المتوسط اللي عندك، وتقدري كذلك تعوضيها بالفرينه، لكن انا نفضل السميد الرطب مليح. راح ضفت له هنا ملعقه كبيره من السكر وملعقه كبيره من الخميره الفوريه، وضفت له كاس ونصف من الماء، ومن بعد خلطت كل المكونات. بعدها نحكم البغا ميكسور ونضرب حتى يتكون لي الفقاعات. لاحظي طريقه ولا اسهل. كذلك انت ما عندكش بغا ميكسور تقدري ديري في البلاندر اللي عندك، ولا ما عندكش بلاندر تقدري غير تخلطيها وتخليها تتفاعل، ومن بعد تضيفي المكونات الاخرى. هنا لاحظي كي درت لي الرغاوي راح نغطيها ونخليها تتفاعل لمده 10 حتى 15 دقيقه، ونعاود نرجع لها. كما كتلاحظي هذا الخبز بدون دلك بدون تعب، يجيك واحد الخبز رائع. هنا بعد ما تفاعلت لي الخميره لو لوفان راح نضيف لها فرينه القمح الكامل. انا راني شاريه واحد الماركه شابه، تستعملي الماركه اللي بغيتيها. المهم هنا ضفت الكاس الاول وراني نخلط. لاحظي التخلط كيما راني نخلط ونضرب او ميم طون، ماشي غير ندخل ديك الفرينه وخلاص، راني نضرب فيها كاني كيما من ديري السفنج. لاحظي راني غير بالملعقه ونخلط نضربها مليح، وبعدها راح نضيف هنايا الكاس الثاني راح نضيفها بالتدريج. راني ضفت نصف كاس كذلك راح ندخلها مليح ونخبط او ميم طون. كما كتلاحظي ما درت لا ملح لا حتى حاجه، حتى من بعد راح نزيده. هذا هو القوام اللي نتحصل عليه، وكذلك راني دخلت يدي هنا وراني نخبط فيها. هذا الخبيط يعوض الدليك. هذه هي العجينه اللي نتحصل عليها، تكون طريه وتلصق غير شويه في اليد. هنا غير قليل من الزيت، راني نفخت يدي بالقليل من الزيت، وراح نخبطها كذلك غير شويه لمده ما نص دقيقه، وبعدها راح نلمها بهذه الطريقه، نغطي عليها ونخليها تختمر. كما قلت لك هذا الخبز بدون دلك بدون تعب، راح تحصلي على خبز واحد المطلوع يجي ولا اروع. هنا بعد ما خمرت لي المره الاولى ضفت لها هنايا ملعقه كبيره من الزبده، وكذلك الملح على حسب الرغبه، وراني ندخل في داك الزبده ندخلها في ديك العجينه. الزبده راح تعطينا ديك الطراوه، وراح بعدها نخليها تخمر للمره الثانيه. هنا بعد ما خمرت لي المره الثانيه راح ننزل لها الخمر ونقرصها. كما كتلاحظي ولا اسهل من هذا المطلوع ما كانش. نقرصها على حسب الرغبه الى خبيزات، انت تقدري ديريها خبيزات صغار ولا زوج خبزات كبار كما بغيتي. هنا بعد ما راني نرمط فيها في الفرينه تاع القمح الكامل، انت تقدري ترمديها في السميد في الفرينه كما بغيتي. المهم دوك تبقى عندك. انا راح كما قلت لك راح نرمدها ونوضعها فوق دوك المخيمرات، ومن بعد خليها تنزل شويه تريح تطلق الجلوتين تاعها، ومن بعد نعاود نقرصها. من تقرصيها ما تقرصيها رقيقه ما تقرصيها غليظه، المهم تكون مليحه. وبعدها راح نخليها تخمر لمده 10 دقائق، سيرتو من يكون الحمل ما تخليهش حتى يخرج لك الخمور. راح من بعد من طيب تنزل لك. انت عندك 10 دقائق ماكسيموم، سيرتو رانا الحمال. خليها تخمر، حمي الطاجين تاعك وحطيها طيب. وهذه هي هنا راني نطيب فيها. هنا غير تبدا نشوفها نحسها نشفت لي من التحت، راح نقلبها. لاحظي نقلبها، وانت استعملي الطاجين كما بغيتي، المخطط ولا اللي يكون
اوني ما فيش هاد الخطوط عادي، نتيا المهم تبقى عندك، لكن اكد لك باللي يجي خفيف 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 ريشه هاد الخبز. ونتعلموا ناكلوا الخبز الصحي. هذا الخبز الابيض صراحه انا راني غايتكمل شكاره وشي شكاره. راني نبغي هذا الخبز، وحتى ولادي راهم والفوا وراهم ياكلوا. هنا راني واضعه هنا خبزه في المقله تكون ثقيله، راني نطيب فيها. كذلك هنا لاحظي غير يبدا يدير لي دوك يتبلبل ويدير ديك الطبقه من تحت، راح نقلبه ونطيبه ونشوفوه حاضر معانا. هذه هي بعد ما طابت لي الخبزه الاولى، راني جبتها، راني راح نوريها لكم نقطعها. صراحه يجي خفيف 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 في يدك، يبان المطلوع من يجي شباب في يدك يبان من يجي خفيف. لاحظي هنايا الثقوب، لاحظي الثقوب اللي في العجينه، اللي في هذا المطلوع. صافي بلي راه ناجح 100%. جاي خفيف كما قلت لك، في يدك يبان لك المطلوع، في يدك يبان لك. مي تكوني طيبي فيه يولي خفيف كانك ماكش رافده. كذلك من تاكليه يفوت وحده ما يلصقش. هذا هو المطلوع الناجح. نتمنى وصفه اليوم نالت اعجابكم ورضاكم، ونتمنى اختي لبيت لك الطلب تاعك ودرت لك الفيديو هنا في الوصفه في فيديو منفرد باه تلقيها مباشره. وشكرا اللي نبهتيني لهذه النقطه باه البنات يلقوا الفيديو مباشره. هذا هو فيديو اليوم، هذه هي وصفه نهار اليوم. نتمنى نالت اعجابكم ورضاكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمي باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو مع اهلكم واحبابكم لتعم الفائده. خليتكم في امان الله وحفظه، تبقوا على خير.